السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد، روتين جديد، وفيديو جديد. يا رب الفيديو كده يعجبكم ان شاء الله وتستفادوا منه. انا مش بعمل اي حاجة جديدة يعني عن اللي انتوا بتعملوه، بس انا بديكوا افكار كده او ممكن ننشط بعض، ندي طاقة ايجابية لبعض ان شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا بدأت كده اول حاجة بالغسيل، وهبتدي اشغل معاكم الغسالة. طبعا انا حاطة في الغسالة هنا كلوركس الوان، وده كيس اوكسي، بجد ريحته جميلة جدا. اللي مجربهوش او بيستعمل اي نوع تاني، وطبعا ريحته جميلة جدا يعني في الغسيل. الغسالة دي ميزتها ان هي مش بتاخد مية كتير، يعني بقى اقل حبة مسحوق هتقدري تغسلي يعني غسيل كتير وبمسحوق قليل. وفي نفس الوقت لو غسيل صغير او بتاع اطفال او يعني مش متسخ قوي هتنضفهولك، وهي جميله قوي بصراحه. هي بتنجز في الغسيل وفي الحاجات الصغيره، يعني مش شرط ان احنا نستنى الغساله الاوتوماتيك او تلم الفواتح مع بعض او الغوامق مع بعض. يعني ممكن لو هتاخدي حبه ابيض زي كده ووراهم حبه غوامق مش هيقول لا. هسيبها بقى تشتغل كده مع نفسها، تاخد وتدي. هي فيها تايمر طبعا بيتظبط على حسب الوقت اللي انت عايزاه، او على حسب الغسيل انت عايزاه يقعد قد ايه. وهبتدي بقى ادخل هنا، دخلت اوضه الاطفال قلت هسويها كده، شغلت كده القرآن الكريم. مفيش احسن طبعا من ذكر كلام الله. بجد هي مريحة بجد نفسيا. كلام ربنا كله جميل جدا، وبيدي كده طاقة روحية في المكان، بجد بيعمل راحة نفسية جامدة قوي. وبالذات لما تكوني كمان بتعملي حاجة او قاعدة مع نفسك كده. والله ما فيش احسن من القرآن الكريم. بدأت أهوي بقى كده الأوضة، فتحت الشباك وبدأت أنفض فيه. الشباك كان مطلع تراب كتير بصراحة، لأن أنا كنت قافلاه. بس هنضفه كده. وطبعا انتوا عارفين كل سنة وانتم طيبين، طبعا احنا داخلين خلاص على أيام عيد، فطبعا هنقلب الدنيا وهنشيل وهنحط وهنصبن وحاجات زي كده في البيت. فأنا قلت اديها ترويقة كده على الماشي. بدأت بقى أظبط السراير، هي المفارش عندي كانت نظيفة وتمام. بس هديها كده تظبيطه مكان النوم. آم، بصي لو وصلتي معايا لهنا بقى ما تنسيش في اللايك والشير والاشتراك، وتفعلوا زرار الجرس على الكل، علشان في ناس كتيرة بتقولي انا الاشعارات مش بتوصلني اول ما بتنزلي الفيديو. لا، عشان انتوا مش مفعلين زرار الجرس على الكل. انتوا بتعملوا اشتراك بس مش بتفعلوا زرار الجرس على الكل. ده بيوصل لكم اي فيديو انزله على طول تلقائي، بينزل لكم اشعار بيه زيه زي الواتساب او الفيسبوك. بس كده، فما تنسونيش بقى بدعمكم الجميل. ان شاء الله لعل القناة تكبر معاكم، وانا عارفة ان انتوا حبايبي بصراحة. وفي ناس كتيرة كانت واقفة معايا في القناة اللي فاتت. بس يلا الحمد لله، انا مش عايزة اتكلم عنها تاني. بدأت بقى اظبط الدنيا كده واسويها. شايفين اهي سندس كانت معايا برضو، كانت عايزة تروق معايا، فانا خرجتها برا الأوضة عشان هي بتخليني يعني ما بتخلينيش اروق اصلا، بتفضل تلاعب معايا كده ومش بتخليني اروق. خرجتها كده وبدأت اكمل بقية السراير. اهو شايفين الفرش نضيف الحمد لله، فانا كده كده قلت هغيره. مش مستاهله ان انا اغيره دلوقتي يعني، وانا كمان يومين تلاتة كده هشيله خالص. الايام اللي جايه دي ايام كلها خير وبركه، يا رب يتقبل مننا صالح الاعمال ويهدينا يا رب كده، ويجعل ايامنا كلها خير وبركه. طبعا انتوا عارفين الايام اللي جايه دي طبعا لها اكلات معينه. هحاول على قد ما اقدر انزل لكم من الاكلات ديت. اللي حابب ان انا انزل اكلات العيد الكبير انتوا عارفين طبعا اكلات الكرشة والحلويات بتاعت المذبح، الممبار، الحاجات دي كلها. لو حابين ان انا اقدمها لكم على طول قبل العيد، عشان يبقى الافكار معاكم. انا عارفة ان انتوا كلكم شاطرين، بس انا بديكوا افكار. ربما يعني حد يكون، يعني كلنا بنحب نشجع بعض. انا واحدة بحب حد يشجعني قوي في الترويق، في ان انا اعمل اكل ايه، بحب التشجيع قوي، عشان كده انا بحاول اشجعكم انتوا كمان. لكن انا عارفة ان انتوا كلكم ما شاء الله شاطرين وزي الفل،
بصوا انا كنت كده بقى المكتب كان بصوا كمية هرجلة عليه ما اقولكوش. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ألمعه، كان طبعا لمم تراب. بدأت ألمع كده بحتة مبلولة معايا، تبليها بأي حاجة انت عايزاها، مية بمعطر، أي حاجة. لو حتة مبلولة بس كده، أهم حاجة ان انت تنضفي. مسحت الكيبورد كده من التراب، ومسحت المكتب حلو قوي. وجبت معايا هنا المشاية دي، انا كنت فرشاها، شلتها كده ونفضتها، وهبتدي بقى اكنس الارض و... ولمعها بحبة مية كده بمعطر برضو. ما عندكش معطر، بكيس اريال من الصغير ده لو ب2 جنيه كمان، يعني في اكياس صغيرة ب2 جنيه من على الاوكسي ومن على الاريال. بجد بيدوا ريحة جميلة قوي للارضية. و... وانتي بتمسحي كده بتحسي بجد بانتعاشة وطراوة كده في المكان. كده انا خلصت، وهبتدي بقى افرش السجادة تاني. طبعا السجاد ده كله هيتغسل، وان شاء الله هعمل لكم فيديو برضو بروتين لتنظيف السجاد والشقة برضو ان شاء الله. كده خلاص كانت الأوضة معايا خلصت الحمد لله. جبت بقى الحافظة دي. هو أي نعم الجو حر، بس هي بصراحة بتبقى طرية على الأرض، ويعني بنحب نقعد، الولاد بيحبوا يلعبوا على الأرض كده بتبقى طرية، فأنا بحب أفرش الحاجات دي. في ناس بتقولي بس الجو حر وهتحرر المكان. لا، طالما انا كل شوية بشيل وبمسح الأرض وبطريها كده بمية، الجو بيبقى طراوة الحمد لله. بس هي بجد بتبقى منظرها جميل على الأرض وطرية على العيال. خلصت كده الأوضة، وكنت طبعا عاملة بقية الشقة، بس انا ما حبيتش بقى اخلي الفيديو يطول معاكم. جبت عود بخور كده عشان يدي روح للمكان، وطفيت النور، وبرده القرآن الكريم شغال، وسبتهم كده ودخلت بقى على الكارثة الكبيرة اللي انتوا شايفينها. شايفين المطبخ عامل ازاي؟ المطبخ ده اصلا بصوا يعني عقدتي اصلا، ده ما بيبانش عليه خالص مهما نروق فيه مهما نصبن. يعني ما شاء الله تحسوا ان المواعين ما بتخلص اصلا ولا بتتشال. مجرد ما بيتنضف ما فيش 10 دقايق بتلاقوا كوباية نزلت ومعالق واطباق. بجد يعني ربنا المستعان. بدأت كده بقى ألم الكراكيب كلها، والحمد لله ما كانش فيه مواعين. دي كلها كراكيب بس كده، وممكن يكون كوبايات بسيطة، طفاية، الحاجات اللي أنا لميتها من على المكتب دي كده بلمها. هبتدي بقى اشيل كل حاجة كده مكانها عشان المطبخ يبقى رايق. قبل ما بصبن او بعمل اي حاجة بلم الاول الكراكيب، وببتدي اسوي المطبخ كله كده، اي حاجة احطها مكانها. بلاقي الموضوع سهل معايا، والمواعين حتى لو في مواعين كتير بحس ان هي ما بتاخدش وقت معايا طالما انا روقت المطبخ. هبتدي بقى اشيل كل الحاجات اللي على الرخامة وارشها كده بمية. دي مية بس كده علشان لو فيها اي تراب اي حاجة ناشفة كده تطرى معايا، واجي امسحها بسهولة تطلع معايا. كان فيش بقى شاي مدلوق، وبصوا مكان الشاي المدلوق كان ناشف، وكله كده شلته بالحتة معايا. بس طبعا زي ما انا قايله لكم انا رشيته بميه كده عشان يبقى سهل التنظيف معايا. لميت بقى وروقت رخامتي كده ومسحتها حلو، وبدأت بقى اصبنها كده بحبة صابون والاسبونشة اللي هي الخشنة دي. بجد ما فيش احلى من احساس النظافة بعد ما بتخلصي. اي نعم بنبقى تهدينا وبيبقى هين علينا احنا ما ندخلش المكان اصلا اللي احنا بننضفه، بس هنعمل ايه؟ دي سنة الحياة، والبيت اللي فيه اولاد لازم بيبقى كل شوية لازم يتروق ويتبهدل. ربنا يحافظ عليهم ويبارك لنا في اولادنا يا رب جميعا. بصوا الرخامة اهي الحمد لله نطفت. اي نعم بصوا الاستيكر اللي عليها خلاص يعني جاب اخره، بس ربنا يسهل كده ان شاء الله. لو قدرت انزل المكان اللي انا بجيب منه هنزل واجيب استيكر واركبه معاكم واوريكم انا بركبه ازاي وبشيله ازاي. وبجد بيدي شكل تاني للمطبخ واحساس كده. يعني انا رخامتي من الرخام اللي هو القديم اللي لونه بيج، مش مش اللي هو اللي شكله حلو كده، لا. هو يعني وهي كمان مكسورة مش سليمة. فبصوا الاستيكر ده بجد بيديها منظر تاني. بيحسسني اللي هي الرخام الاسود اللي هو الهندي ده، الحاجات الجميلة دي. فان شاء الله يعني اي حاجة نقدر نفرح بيها نفسنا في الاماكن اللي احنا قاعدين فيها باستمرار، تخلي عينك تملي مرتاحة. علشان والله ده بيبقى حتى مريح للنفسية، ما تبقيش واقفة في مكان وانتي متضايقة منه. بدأت بقى جبت هنا الحامل بتاع
التوابل ده انا اللي كنت عاملاه على فكرة، مش شارياه. انا اللي عاملاه، وكان عندي دهان اسود. هحاول كده اشوف لو عندي فيديو لطريقة عميله، انا هنزلها لكم تشوفوه. يعني الفكرة دي جات لي ازاي. دي كانت عندي حتة خشبة وكنت هرميها، فانا استغلتها في الحامل ده بصراحة. وفر معايا مكان كبير. وانتوا شايفين اهو بيتنضف بكل سهولة. انا دهنته بالمادة اللي هو اللاكيه الاسود، علشان يبقى سهل التنظيف معايا. بحتة قماشة بس كده بيتمسح. هو طبعا بيتطرب على طول، لان كان يعني الحامل ده في قدامه شباك، فبيدخل التراب على طول كده. فانا بحاول المعه كل شوية كل ما احس ان عليه تراب. جبت هنا بقى معايا البرطمانات دي. انا البرطمانات دي برضو ما كانتش طقم على بعضه. انا البرطمانات دي انا اللي مجمعاها. بحب تملي الحاجات الشفافة في التوابل بالذات، لاني كمان بعرف منها ايه التوابل وسهلة التنظيف. حتى لو هي فيها دهون، كمية دهون كبيرة، او تحسوا ان هي مش نظيفة، باقل حبة مية بتنضف وبتبقى زي العسل زي ما انتوا شايفين. هي طبعا ما كانتش بصراحة متطربة قوي، فمسحتها بحتة قماش مبلولة كده ولمعتها. طبعا برضو ده كله هيتغسل ان شاء الله. بس دي كده ترويقة على الماشي، وكده المطبخ بقى زي الفل. شايفين اهو تروق ما شاء الله. ودخلت بقى على حبة المواعين الصغيرين دول، قلت اخلص منهم بقى بالمرة كده عشان يبقى المكان رايق، علشان لما اجي اعمل اكل يبقى المطبخ مفيهوش اي مواعين. يعني يا دوب مواعين الاكل بس اللي هتبقى خفيفة. والحمد لله. ما تقولوش عليا رغاية. انا بحاول افضفض معاكم، بحاول ادي افكار للبنات اللي هم لسه عرسان جداد، يتصرفوا ازاي. بس طبعا والله البنات كلها ما شاء الله عليها الايام دي شاطرة. وكمان النت بقى في كل بيت دلوقتي، بقى يشجع بجد. النت جميل جدا في البيت، بيشجعك على كل حاجة، بيديك افكار، ما بتبقيش محتارة في اي وصفة. لا بجد سهل علينا حاجات كتيرة قوي الحمد لله. يعني انا واحدة من الناس بصراحة انا بستفاد منه. بتعلم كتير الحمد لله. يعني مش عيب ولا حرام. العيب اللي انا ما اقف في مكاني وما اتعلمش اي حاجة. خليكي طموحة وتعلمي كل حاجة. ما لو انت اول مرة تدخلي المطبخ ما تخافيش. لو حاجة باظت منك برضو عادي، كلنا حصل معانا كده في الاول. بصوا كده المطبخ بقى ما شاء الله خلص. جبت بقى هنا كده معايا الاكلة الجميلة الخفيفة الاقتصادية دي. هي طبعا دلوقتي ما بقتش اقتصادية خالص، لان كل حاجة انتوا عارفين غالية. بس هي بجد اكله كده جميله قوي، يعني تفتح النفس كده، تشجعك على الاكل. بصوا بقى كنت جايبه هنا بقى حبه خضار، وجبت معايا هنا مكرونه اسباجيتي، طبعا احنا بنحبها قوي. معايا هنا الفلفل ده، برضو انا من عشاق الفلفل الحراق، بس هو انا ممنوعه منه بصراحه. بس بحاول يعني اجيب اللي هو الوسط، الفلفل النوع ده اللي هو الوسط، لا هو حامي ولا هو بارد. جبت معايا هنا البتنجان اللي زي العسل ده، وكانت الطماطم برضو. الطماطم على فكرة اللي عايزة تخزن الأيام دي قبل العيد، الطماطم سعرها جميل جدا. حلوة قوي سعرها الأيام دي، يعني بتوصل لكيلو ونص ب5، التلاتة ب10. فهي سعرها حلو قوي قوي. جبت هنا معايا البصل طبعا هو اللي شايف نفسه على الآخر، يعني الأيام دي بجد الكيلو بيوصل ل15 جنيه. فربنا المستعان. عرفتوا ليه بقى؟ ان انا كنت مخزناه قبل كده، بس انا للاسف بقى يعني انا لو عارفه كده بجد كنت مليت الفريزر كله بصل بصراحه، على الغلو بتاع البصل بتاع الايام دي. انا لو عارفه ان هيغلب الطريقه دي انا كنت غرقت الدنيا عندي بصل. بس يلا الحمد لله، حتى لو غالي بنضطر ان احنا نجيبه. جبت هنا بقى بصلتين محترمين، هبتدي بقى اقطعهم تقطيع ناعم كده. وكنت جايبه البطاطس، على فكره سعر البطاطس برضو بدأ يرفع. الكيلو ب8 والكيلو ونص ب10، الصغيره شويه. فان شاء الله احنا هنطلب من ربنا طبعا الحاجه ترخص كده على العيد، عشان بجد في ناس كتيره والله ما بقيت قادره خلاص على العيشه ولا على الاسعار اللي كل شويه بتغلى كده دي. ربنا المستعان ويعين كل واحد على حاله يا رب، ويرخص قوتنا جميعا كده اللهم امين. بعد ما خلصت البصلة كده، دي حبة بصلة محترمين كده دول المكرونة.
طبعا في ناس هتقول دي كل دي بصل، قلت انا بحب البصل بصراحة في الاكل قوي، بحب ازوده، بيدي طعم تاني يا جماعة والله الاكل، يعني البصل وكمان مفيد، يعني هو حلو بيدي طعم الاكل وكمان مفيد لينا، فانا بحب ازوده كده على المكرونة او الطبيخ او اي حاجة. جبت هنا قرن فلفل معايا، مش عارفة بقى والله انا ما كانش عندي شطة ولا ايه بالظبط مش فاكرة، بس انا قطعت كده نص قرن فلفل كده حلو، وحطيتهم بقى على النار بحبة زيت محترمين برضو، وهبتدي بقى ان شاء الله كده اقطع القوطة الجميلة بتاعتي الرخيصة اللي عجباني قوي الايام دي بصراحة. عصرتها كده معايا، وهبتدي بقى اقشر بطاطس. البطاطس دي يعني كانت كويسة تحمير، اللي هي ام 8 جنيه دي. طبعا انتوا عارفين الايام دي البطاطس فيها سوسه، فانتوا تخلوا بالكم وانتوا بتشتروها، لان انا اوقات والله مش ببقى واخده بالي ان هي فيها سوس ولا حاجه، وبعد ما بقشر بلاقيها كده في البطاطس ان فيها سوس، فتاخدوا بالكم انتوا بتنقوها. بدات بقى اقشرها كده، القشره الرهوان دي بجد بتنجز معايا جامد، وانا بحب قوي اقشر بالقشاره، انا ايدي اتعودت عليها خلاص، يعني حتى لو مسكت سكينه بجد مش بتنجز معايا في تقشير البطاطس. سريعه جدا عن السكينه بصراحه، فانا اتعودت عليها. شايفين بقى البطاطس اهي كده خلاص، انا هقشرها معاكم واقطعها كمان صوابع. بصوا الصوابع في ناس بتحبها رفيعة وفي ناس بتحبها تخينة، بس الافضل والصحي بجد اللي هي التخينة دي، بحس ان هي ليها طعم البطاطس. الرفيعة دي ولادي وجوزي بصراحة بيحبوها، وبيحبوها كمان مقرمشة قوي قوي، انا مش بحس فيها اصلا طعم البطاطس خالص. لا، كل ما البطاطس تكون حلوة، يعني مش مقرمشة زيادة عن اللزوم، بتحسوا بجد ان طعم البطاطس فيها كده وطعمها حلو قوي. انا بحبها بصراحة تكون تخين، الصبع تخين كده وحلو وطري شوية. آه كده خلصت بقى البطاطس عشان ما نرغيش كتير، وقومي بقى لو انت كسلانه يلا قومي وتشجعي معايا، قومي لو انت لسه ما جبتيش اكل شوفي الاكله دي كده للاخر، هتشجعك بجد، احنا في صيف والصيف عايز الاكلات دي. قومي كده وما تكسليش، قومي روقي شقتك وقومي انزلي السوق وهاتي حاجتك. هنا كنت حطيت بقى حبه ملح، انتوا عارفين طبعا كلكم ان الملح بيخلي البطاطس بتبقى مقرمشه وجميله، وكمان بتبقى محدقه كده حلوه بعد التحمير. جبت هنا معايا البتنجانية الجميلة دي، وقلت بقى بصوا شايفين انا فاشله في البتنجان قوي على فكره، يعني طلعت مبذره زي ما انتم شايفين، ما حدش يضحك عليا، ان انا كل لما بروح اشتري بتنجان بلاقي حد ينقيهولي الحمد لله. بس للاسف انا اشتريت بقى البتنجان ده، عشان كده انا بقول لكم انا فاشله في البتنجان، طلعت مبذره قوي. يلا مش مشكله، هي هتتاكل برضو. رشيت عليها بقى ملح كده، عشان البتنجان بطبيعته بينزل ميه لما بنرش عليه ملح، عشان خاطر كمان ما يشربش معانا زيت كتير، واحنا عندنا بقى الزيت رخيص وكتير قوي، فبرضو احنا زيادة تأكيد كده ما نحبش نخليه يشرب الزيت بتاعنا. طبعا انا بهزر، لا هو رخيص ولا حاجة، ده أنا بس من زهق يعني بصبر نفسي. لكن بجد والله الواحد يعني بصوا أنا وكافة الشعب، يعني مش أنا بس كمان زهقنا بجد من غلو الأسعار بالطريقة البشعة دي. بصوا أنا حطيت هنا البطاطس، بجد تحمير البطاطس في الحلة اللي هي زي دي كده بجد موفر جدا في الزيت، لأن بتبقى حجمها صغير، وبتاخد كمية زيت قليلة، وفي نفس الوقت بتسوي الحاجة حلوة قوي، ان كمية الزيت بتبقى مغطية الحاجة. بس طبعا لو بانيه او سمك او حاجات زي كده طبعا بيبقى في طاسة كبيرة واسعة. بس كده وسبتهم بقى يحمروا، وبدأت هنا عملت سلطة البلدي الجميلة التحفة قوي دي. طبعا البصلة بتديها بجد طعم مختلف خالص، اللي محطش بصل على السلطة. انا بطبيعتي ما بعملها بشيل جزء منها من غير بصل، لان انا بنتي يعني ربنا يهديها ما بتحبش البصل والثوم خالص على الاكل نهائي، فانا بحاول بقى كل ما بعمل حاجة بشيل لها اي حاجة من غير بصل ولا ثوم، مع ان دول ليهم فايدة كبيرة جدا، واتمنى من الله ان يعني على مدار الايام كده تبعد عن الفكرة دي خالص كده، وتاكل زينا في البصل والثوم في الاكل كده، لان دي اكتر حاجة مفيدة. عصرت عليها بقى كده ليمونة محترمة
كبيرة كده عشان الليمون برضو بيديها طعم تاني خالص. حطيت بقى ملح وكمون لان الكمون ده بيعشق السلطة اصلا، وحبة شطة كده. ولو عندك بقى حبة مية ساقعة قوي قوي بجد بياخدوا السلطة في مكانة تانية، بيعمل لها كده اللي هي مية السلطة زي اللي بنجيبها من عند الحاتي كده، بجد بيبقى طعمها جميل قوي قوي. وكمان لو عايزة تحطي عليها جرجير، بقدونس، كزبرة، اي خضرة عندك تقدري تحطي. طبعا البولة اللي انا كنت عاملة فيها دي صغيرة مش شالتش كل الحاجة، حطيتها بقى في طبق كبير. انا كنت مقطعة جرجير لان ما كانش عندي بقدونس، فهو اي خضرة هتمشي معاكي. كمان الجرجير بيدي طعم جميل قوي للسلطة. وكده خلصت معايا السلطة وقلبتها ورجعتها تاني في العلبة دي، على ما اقدم يعني الاكل وكده. وكده كان الاكل بتاعي خلص. شايفين ان انا ما حبيتش بقى يعني اطول معاكم في الفيديو اكتر من كده بصراحه عشان ما بقاش ممله زياده عن اللزوم. كان البتنجان بصوا اتحمر وهو جميل، رشيت عليه حبه ملح وكمون. وكمان كان الفلفل بجد اتقلى وطعمه حلو قوي وريحتهم كمان. كانت المكرونه كمان خلصت اهي زي ما انتم شايفين، والسلطه. بصوا بقى يعني وجبه زي كده بالله عليكم يعني مش تفتح النفس كده، واكله جميله بجد. اوقات بيبقى عندنا ناكل الأكلة دي أحسن من الطبيخ وأحسن من اللحمة والفراخ والسمك والكلام ده. الأكلة دي بجد هي اللي بتأكل في الصيف، وأكلة خفيفة كده. يا رب ما تكونوش مليتوا مني ولا زهقتوا، وان شاء الله اقدم لكم فيديوهات كتيره ان شاء الله تنفعكم يا رب كده وتنفعني انا كمان. بصوا رشيت كده برضو حبه الخل، دول بيدوا برضو تيست عالي قوي للحاجات اللي زي كده، بيدوا طعم جميل جدا جدا. شايفين ما شاء الله. بألف هنا وشفا. أكلة بسيطة وجميلة وهتقدري تاكلي منها وتشبعي. وأشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش في اللايك والشير والاشتراك. وسلام.